واحنا بنكبر طول ما احنا عايشين بيكون عندنا احتياجات محتاجين نسددها. فاوقات لما الاحتياجات دي مش بتتسدد بيحصل لنا عضلة ضعيفة في نفسيتنا، مرض في العلاقات. واحد من الأمراض اللي منتشرة قوي بينا هي مرض الاعتمادية. الاعتمادية ليها 4 نقط، 3 منهم أو 3 مظاهر منهم مرضية، والطريقة الوحيدة في العلاقات الصحيحة هي آخر واحدة هنتكلم فيها. أول مرض فيهم أو أول ظاهرة للاعتمادية هو أن أنا بعتمد على شيء أو شخص خارج نفسي لكي أشعر بالقيمة والسعادة والأمان. ودي مهددة لأنه الشخص ده مش تحت سيطرتي، فبالتالي أنا ما أقدرش أتحكم فيه، فبتهدد وبيبقى ممكن يطلعني 7 سما أو ينزلني 7 أرض. فتأثيره عليا قوي قوي لأن أنا معتمدة تماما عليه. وده ممكن يكون صديقة، ممكن تكون أي نوع من أنواع العلاقات، يا أمي يا صديقتي يا صاحبي يا ولادي بعد كده في المستقبل يا جوزي. الحاجة التانية ممكن تكون شيء، يعني بمعنى أنا بشتغل في مكان فأنا معتمدة على وظيفتي، أو بالذات الرجالة بيعتمدوا أكتر على الوظائف والستات بيعتمدوا أكتر على العلاقات. تاني نوع من المرض ده هي اللي اسمها الاعتمادية المتواطئة. شخص بيعتمد على أن يعتمد عليه شيء أو شخص آخر لكي يشعر بالسعادة والأمان والقيمة. بمعنى أنه مثلا شخص بيشتغل في شغل فهو عايز محدش يعرف أسرار الشغل ده غيره، علشان مثلا معاه مفاتيح بتاعة الخزنة، عنده حاجات معينة لو هو مش موجود بيعملها بنفسه، الشغل كله بيقف عشان يشعر بالقيمة. وده بيصبح إنسان شوية متعب جدا أو كتير متعب للي حواليه، لأنه شخص تنافسي، أناني، خايف، مرعوب، فبالتالي ممكن يكون عنيف شوية وعدواني شوية لأنه عايز يكوش، لأنه ده قيمته اختزلت في الحاجة دي، في الشغل ده، وساعات حتى بنلاقيها في الخدمة في أماكن تطوعية. يعني ناس رايحة لمكان تطوعي بتعمل خدمة لكن مش عايزة حد خالص يظهر غيرها، فتبقى التنافسية وتنفر الناس التانية. ثالث طريقة للاعتمادية المرضية يعني بيبقى الاعتمادية العكسية، إن أنا اعتمدت على ناس زيادة عن اللزوم أو على الأشياء زيادة عن اللزوم، خذلتني الحاجات دي، فقررت أن أعتمد على ألا أعتمد ولا على شخص ولا على شيء. وتلاقي الناس دي مش عايزة تعترف بالقصة دي. فمثلا ممكن حد يجي يقول لك أنا صعبان عليا من فلان، فتقول له بس هو ما كانش قاصد، يقول لا على فكرة أنا مش متضايق خالص. هو مش عايز يعترف انه محتاج تاني للناس، هو عايز ينكر احتياجه للناس او انه معتبر ان انا هعيش من غيركم كلكم لانه كلكم طلعتوا وحشين. دول الاعتمادية العكسية، ان انا قررت ان لا اعتمد على حد عشان احس ان انا عندي امان وقيمة وسعادة. الوحيدة الصح، ربنا لما خلقنا ناس اجتماعيين، مخلوقات اجتماعية، نحب نعيش في وسط ناس. ابتدت كانت بقبائل زمان، دلوقتي بالجيران والعيلة، يعني يمكن ما بقيناش قبائل لكن برضو لسه محتاجين بعض. ممكن شلل دلوقتي في الجامعة، في المدرسة، في الأصحاب، حتى لما بيكبروا. الفكرة انه ايه الاعتماد الصح؟ ان انا بتسند عليك لكن مش برمي تقلي. طب ايه الفرق بين ده والاعتماد يعني الاعتماد الصحي وغير الصحي؟ انه الكلمة الحلوة بتاعتك مش بتطلعني في 7 سما والكلمة الوحشة بتنزلني في 7 أرض. الكلمة الحلوة بتبسطني والكلمة المش كويسة بتضايقني، بس بختبرها، بمتحنها، بشوف صح ولا غلط. فأنا مش رامي تقلي كله عليك وانت مش مؤهل انك تعمل كده، فهتضطر توقعني بعد شوية، لكن انا ساند بس عليك. وهو ده الاعتماد اللي احنا محتاجين نوصل له. وعشان اقدر اوصل له لازم يبقى مصدر الاعتماد بتاعي الحقيقي هو حد ثابت زي الله، اقدر اثق انه في اي وقت هو الوحيد اللي مؤهل يشيلني، لكن خلق لي الناس اتسند عليهم بس. لكن لو رميت تقلي عليهم بياخدوني وبيقعوا، مش عشان هم وحشين، عشان هم بشر.